عليكم شباب ورحمة الله وبركاته. اليوم جايكم فيديو جديد من قناة موها شو. اليوم جايكم فيديو عن طلوع دراغون بول سوبر حلقة 87 بعنوان هجوم الصيادين عند اتحاد جوجو ورقم 17. الحلقة كانت رائعة بشكل يعني اتضحت يعني السوالف صارت بها. اول شي راح جوجو يعني رقم 17 رفض انه يروح وياه، وبعدين راحوا سويا واجوا اهل المركبة الفضائية ذولا وتحدثوا وقاموا يتعاركون سويا. وهنا اكتشفنا خوف بيروس طلع حلمان بجوجو يموت. فجوجو قال الرقم 17 ليش تقاتل كذا؟ قاتل وياك يعني همين اني. فتقاتلوا وذولاك جماعة هذا الفضائي ذول اللي الصيادون ذول اللي يسرقون حيوانات لأجل بيعها. وصارت اشتباكات يعني وقتلوا ضربوهم. هم جاي يعملون يسرقون المينوتورس عن أكثر شيء يعني أكثر من الحيوانات الباقية يسرقوها. وها يعني أحداث حلوة. وقال جوجو قبل هاي الأحداث قال من غريب كرة السوبر عادي يعني بس القاتل هاي سوى رفض بس راحوا سوية. صارت مقاتلة عنيفة وجوجو بعدين هذا هو القاضي مالتهم قال ترى أنا عندي جهاز تدمير ذاتي بجسمي واقدر هسه راح افجركم. فهو يعني سوى ايش قال رقم 17 قال جوجو اذهب وقل مرتي وبناء وعلى اولادي وهاي انه اني هاي ما راح اجيهم بعد يعني خذهم من مكان مثلا فتشي يعني يوصيهم علي راح يعود راح ينتحر يعني ينتحر يريد بيهم. فبعدين سوى جوجو اخذهم بالتقال اني وداهم الكوكب كايو ساما. وقال بعدين هذا الرجال كاذب بخصوص انه عنده تدمير ذاتي فكذب هاي اعترف به. قال له هذا جوجو اعترف قال الكايو ساما خاف منه. فقفل ذاك كامي ساما ما يسمونه يعني هو دندي قال هو كذاب ترى ويشتغل وهو اصلا ما عنده جهاز تدمير ذاتي. والدورة اجا جاكو وسجلهم دولة مو دولة طلعوا يعني اصابتي او حرامية هم يعني يسرقون صيادين ويدور عليهم من زمان هو. وهاي الاحداث انتهت لهنا. دور رقم 17 قبل بجوجو وراح يروحون وقام يقول له ما حال صهري او يعني اخي كريلين يعتبره صهر يعني هو يصير اخته زوجته هو يعني يصير اخته. كريلين يصير زوجته يصير الزوج هو يعني كريلين زوج اخته. فقال له اختي وما شلون. وهاي قاعد يا شباب لا تنسوا اللايك والاشتراك وخلينا نشوف الاحداث الجاية بعنوان جوهان قوته يعني مستحيلة وضد هو يعني يدربه بيكولو. اساس عنوان حلقة جوهان يعني نسيت بس المهم جوهان القوة يعني تشاكل القوة من عدة. المعلم بيكولا تصادم المعلم بيكولا ضد التلميذ جوهان. وهاي كان عندي يا شباب لا تنسوا اللايك والاشتراك واتمنى لكم مشاهدة ممتعة. الى اللقاء.